اتنصب عليه في الشارع بطريقه ذكيه جدا وجديده وغريبه وكل الناس ممكن تقع فيها. الكلام ده فيديو مصوره من الكاميرات، ده ممكن حقيقي. نجي معاك؟ معاك. ايه اللي حصل معاك؟ بص يا عم شغله، انا اتنصب عليا بكل سهوله. ازاي؟ واحد عدى عليا بمكنه وقال لي لو سمحت ممكن تقرا لي العنوان ده. تمام. فاهمني، انا رحت قريت له الورقه، حسيت ان انا ايه اطلع، يعني بعد ما قريت الورقه حسيت فيها كلام غريب. حلو. طلعت كل اللي في جيبي ورحت مديله 12000 جنيه والتليفون بتاعي. كنت لسه طالع من الشغل. ازاي يعني طلعت الفلوس بعد ما قريت الورقه واديتها له؟ الورقه هو اداني الورقه انا قريتها. على اساس ايه بتقراها؟ على اساس ان انا اقرا له عنوان. حلو. حسيت اللي فيها كلام غريب وانا بقراه كده، بعد ما خلصت فما حسيتش بقى حاجه تاني. بعد ما رجعت الكاميرات والكلام ده لقيت ان انا بطلع كل حاجه في جيوبي وبديها له. يعني انت رحت رجعت بعد ما فقت كمان. انت فقت بعد قد ايه؟ بعدها بساعه. بعد كده رحت راجع على الكاميرات لقيت نفسي بطلع كل حاجه في جيوبي وبديها له وسابني ومشي. سالت شيوخ وكده قالوا لي اللي دي طلاسم. طلاسم سحر يعني؟ نظام سحري كده، بس دي نصب جديد. انا نفسي لو حد وقفني قال لي يا ابني اقرا لي العنوان ده انا هقرا له الكلام. انا لما رحنا راجعنا الكاميرات انا شفت نفسي ما صدقتش. معاك فيديو للكلام ده؟ فيديو مصوره من الكاميرات، ده حقيقي. ممكن نجي معاك؟ يا نهار اسود يا جدعان. قالوا ايه ده؟ انت ازاي بتطلع له الفلوس؟ يا دوبك قريت فزي ما انت شفت كده. طب انا استاذنك اخد منك الفيديو ده ونسيبه للناس نعرضه لهم عشان ده يبقى توعيه للناس، وهسيب لكم الفيديو ده يا جماعه تتفرجوا عليه في اول كومنت او في البايو، لان مش هينفع اعرض الفيديو ده واحنا بنتكلم وممكن يتحذر.